الاتحاد الاسباني لكرة القدم ينهي مسيرة لويس انريكي، وكريستيانو رونالدو ينفي الاشاعات المتداولة. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ فيديو النهارده. بعد خروج منتخب اسبانيا من كاس العالم قطر 2022 وخسارته امام المنتخب المغربي في ركلات الترجيح، مع وصول بعثة منتخب اسبانيا الى بلادهم اسبانيا، الاتحاد الاسباني لكرة القدم يعلن وينهي مسيرة لويس انريكي مدرب منتخب اسبانيا، ويحل محله المدرب لويس دي ليفوانتي. المدرب لويس دي ليفوانتي كان مدرب سابق لمنتخب اسبانيا، شارك معاهم في اولمبياد طوكيو 2020 وحصد معاهم الميدالية الفضية. تاني حاجة هنتكلم عنها في فيديو النهاردة هي الاشاعات المتداولة حول كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال ضد منتخب سويسرا، واللي انتصر فيها منتخب البرتغال ضد منتخب سويسرا ب6 أهداف لهدف. ناس كتير انتقدت مدرب منتخب البرتغال وان كريستيانو رونالدو قاعد على الدكة، ولكن طلع بتصريح وقال ان جلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء كان عبارة عن تكتيك وحاجة في دماغي أنا عايز أجربها في المباراة ديت، وشايف إن كريستيانو كان أكبر من المباراة ديت، فعشان كده أنا ريحته في المباراة ديت. وجونزالو راموس أدى أداء أكتر من رائع في المباراة ديت وسجل هاتريك بديل كريستيانو رونالدو. وكمان في إشاعات متداولة حول كريستيانو رونالدو عن انتقاله إلى نادي النصر السعودي. وبعد مباراة البرتغال ومنتخب سويسرا طلع كريستيانو رونالدو مع صحفي كده وهو معدي في الممر، في صحفي سأله هل انت وقعت مع نادي النصر السعودي؟ وكريستيانو رونالدو نفى الموضوع دوت خالص وقال هذا غير صحيح وانا ما تعاقدتش مع نادي النصر السعودي. وكمان شقيقة كريستيانو رونالدو طلعت بتصريح وقالت ارجع الى الديار افضل ليك من جلوسك على دكة البدلاء، هنا ستجد من يحتضنك، ولكن في منتخب البرتغال لا يعلمون قيمتك الحقيقية، أسطورة مثلك لا يمكن أن تجلس على دكة البدلاء. أما بقى عن رأيي أنا عن جلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، فأنا شايف إن كريستيانو رونالدو قامة كبيرة، ولكن وجوده حتى على دكة البدلاء مرعب للخصوم، ولكن وجوده برضه في أرضية الملعب مرعب للخصوم أكتر. فكريستيانو رونالدو ان انت تقعد على دكه البدلاء انا شايف ان هي حاجه يعني ايه رخمه شويه، ولكن كريستيانو رونالدو احنا لاحظنا في اخر كام مباراه ليه في كاس العالم مش الاداء بتاعه زي مثلا 19 سنه ولا 20 سنه. كريستيانو رونالدو كبر في السن، فبالتالي مش هيديك الاداء اللي كان بيقدمه وهو صغير في السن. هو لاعب كبير وبيقدم اداء رائع ونفسه يحصد كاس العالم مع منتخبه، ولكن انت كبير في السن. فهو ما اعترضش على الموضوع دوت اللي هنعرفه في الرد على الاشاعات حوالين انتقاله من المعسكر وخروجه وذهابه الى دياره. الكلام دوت مش صح. كريستيانو رونالدو طلع نفى موضوع ان هو غادر المعسكر التدريبي وان هو بيتمرد على المعسكر التدريبي، طلع نفى الموضوع دوت خالص وقال ان اهم حاجه بالنسبه له في الوقت الحالي هو منتخب بلاده والامه، والبرتغال هي اهم حاجه بالنسبه له في الوقت الحالي، وحلم حياته ان هو يرفع كاس العالم مع منتخب بلاده وهو البرتغال. حتى لو هيجلس على دكه البدلاء مش هيزعله في حاجه، ولكن اهم حاجه ان هو يرفع كاس العالم في نهايه البطوله. دي كانت تصريحات كريستيانو رونالدو، ويا ريت تشاركنا برايك في التعليقات. هل كريستيانو رونالدو يستحق جلوسه على دكه البدلاء ولا لازم يشارك غصب عن المدرب وغصب عن بقيه اللعيبه؟ بس يا جماعه بكده يكون خلص فيديو النهارده. يا ريت تدعمنا بلايك، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشيره في كل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.